بالحفظ بالصم، اللي هم بينسوا طبعا مقرراتهم ومناهجهم أول ما يخلصوا الامتحان، فبنطلع عقل غير واعي وغير ناضج وغير نقدي، ما بيعرفش يفرز الصح والغلط يعني. واكتر حاجة كذب في الدنيا انك تقول كلام بتسمعه، بتردد كلام بتسمعه، مش بتتحقق منه، مش بتتساءل فيه. دي اسوأ حاجة. وعشان كده يعني انتوا بتسألوني او لأسأل انا نفسي، يعني ليه الناس في مصر بتصدق كل هذا القدر الهائل من الشائعات والخرافات بالتعليم؟ ليه؟ لانه هو لو مربيين عيالنا اللي هم بقوا رجالتنا دلوقتي على ان هم يسمعوا فينقضوا ويختلفوا ويفحصوا ويقولوا لا يمكن ده، ما لا تتسق، دي غير منطقية، ده ازاي دي تتناقض مع اللي احنا سمعناه اول امبارح، لا اذا كان ده صحيح فكان من باب اولى كذا. ده العقل اللي يفكر. انما العقل اللي يتلقى بقى ايه؟ بنسمع ترهات، اكاذيب، هراءات يعني. وده بقول لكم ده يعني امر الكذب، انك تردد ما تسمعه، بس ده يكفيك انك تبقى بتكذب. انما الناس لما تتحقق من كلام ده محتاج عقل يسمع الكلام فيوزنه. عشان كده تلاقي زي عصام، حتى تلاقي الفلاح اللي عمره 70 سنة 75 سنة لما تقول له حاجة يقدر يوزنها ويقول لك صح ولا غلط ولا ده كلام ايه. ليه؟ حتى عقله الفطري متربي على انه يوزن الكلام. احنا عندنا دلوقتي اذا كنا 85 مليون مواطن، فعندنا مربيين على الاقل في ال 30 سنة اللي فاتوا بتاع 40 45 مليون ما بيوزنوش الكلام، لو هما بيقولوه ولا هما بيسمعوه. فلما ما توزنش الكلام تعك، تهرتل، او اسوأ من كده تصدق العك والهرتله. واكتر جزء في مجتمعنا دلوقتي لازم نفوق ونستغل كمان فترة 25 يناير، لأنه الجيل ده جيل رفض إنه يصدق اللي بيسمعه، فده كويس قوي، كويس جدا. فناخد بالنا إن إحنا يعني نعلم ولادنا ونعمل نظام تعليمنا على إن إحنا ما نصدقش كل اللي بنسمعه. وأول حاجة ما نصدقهاش هو البرنامج ده، وهو شخصي المتواضع. ليه؟ صدق بعد ما تفكر. ما يمكن بننصب، ما يمكن بنهجص، ما يمكن بنهرتل، ما يمكن بنكذب، ما يمكن بنقول كلام مش فاهمينه، ما يمكن مش عارفين، ما يمكن بندعي، ما يمكن بنزعم، ما يمكن صادقين، ما يمكن متأكدين، ما يمكن آمنين لكلامهم ومؤتمنين على كلامهم. يمكن يجوز. اللي يوزن بقى ده عقلك يشغله، نوزن الكلام، نوزن. طيب العقل ده ما هو عقل، ما هو موجود، عقل المخ موجود، المخيخ ده موجود، انما متربي على انه يوزن، متعلم في المدرسة انه يوزن. نقول له الحجة ويقول رد على هذه الحجة بحجة اخرى، نطلع محمد يقول لنا وجهة نظره اللي بتؤيد فلان، ونطلع عم منعم يقول لا ضد فلان وانا بؤيد فلان، وكل واحد يعرض حجته. ما فيش ده، مش مطروح في مصر خالص من زمن بعيد عميق غميق. عايز انقل من نقطة التعليم الذي تحول الى تجهيل الى قرار اصدره النهارده المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، بيعدل قانون القضاء العسكري اللي يختص بالنظر في قضايا الكسب غير المشروع لضباط الجيش. أضاف مادة جديدة إلى قانون القضاء العسكري. تعرفين أنه عندنا نوعين من القضاء، قضاء مدني وقضاء عسكري. القضاء المدني زي ما انتم عارفين، القضاء العسكري زي ما انتم عارفين برضو. القضاء العسكري اللي هو ينظر قضايا العسكريين، واللي احنا دايما طول الوقت نقول احنا مش عايزين مدنيين يروحوا يتحاكموا قصاد محاكم عسكريه. في قضايا الكسب غير المشروع كان ممكن عسكريين يروحوا قصاد قانون مدني اللي هو جهاز الكسب غير المشروع. لو حد قدم بلاغ بيتهم ضابطا ما نتيجة من ضباط القوات المسلحة في حالة ثبوت تربحهم أثناء أداء الخدمة العسكرية أو بسببها، كان ممكن تروح تقدم بلاغ فيحقق فيه جهاز الكسب غير المشروع. النهاردة بالتعديل اللي طلعه سيادة المشير بينقل التحقيق في هذا ويعني قضاء الأمر في هذا إلى القضاء العسكري. أي يمكن ده لتحصين الضباط في مواقعهم أو في القيادات
من أي بلاغات كيدية تقدم هنا أو هناك تعمل حالة من التشويش أو التشويه، فيبقى الأمر منضبط داخل إطار القضاء العسكري. يعني هنسيب الواقع يتكلم عن هذا التعديل، واعتقد انه في جزء مهم لازم نلتفت اليه هنا، حالة الشفافية دي، ان احنا عارفين كده، عرفنا يعني المشير طنطاوي بيصدر قرار علني، بيغير مادة بشكل علني شفاف، بنعرف هذه الحقيقة بنقولها في التلفزيون بشكل شفاف. يعني الجانب الإيجابي اللامع في القصة دي هو مدى شفافية اتخاذ القرار، إن القرار واضح وعلني ومعلن وموضوع للرأي العام ومطروح على الرأي العام، إن كلنا نعرف وهو عرفته. بمناسبة بقى القضاء العسكري ننقل للنيابة العسكرية، اللي يبدو إنه يعني زملائنا في الإعلام وفي الصحافة المصرية في الفترة الأخيرة يعني المشوار قصر ما بين المؤسسات الإعلامية والنيابة العسكرية. خلينا نشوف التقرير ده عن حالة أو تحقيق أو استدعاء أستاذنا الكبير الكاتب الكبير أستاذنا وأستاذ جيلنا الأستاذ عادل حمودة وزميلتنا رشا عزب إلى النيابة العسكرية. ماذا جرى ولماذا هذا الاستدعاء؟ لكن نطمئنكم تم إخلاء السبيل. يعني خلينا نشوف التقرير ثم نحاول أن نفسر وأن نفصل. بمجمع المحاكم العسكرية بمدينة نصر بالحي العاشر مثل كل من عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر والصحفية رشا عزب للتحقيق معهما بشأن المقال الصحفي الذي أعدته رشا عن تعذيب الثوار داخل المتحف المصري. حضر العديد من المتضامنين مع رشا وحمودة أمام المحكمة العسكرية في وقفة احتجاجية للمطالبة بحرية التعبير. دي وقفة احتجاجية للتضامن مع الزميلة رشا عزب الصحفية اللي تم إحالتها للنيابة العسكرية بخصوص الموضوع اللي هي كاتباه في جورنال الفجر، وناخد موقف ضد إحالة أي مدني للمحكمات العسكرية، وبالذات ناس كاتبين آرائهم وللأسف بيتعاقبوا على حريتهم في التعبير عن رأيهم. رشا متهمة بنشر معلومات كاذبة، وانا مش عارفه كاذبه ازاي. يعني اولا المقال بتاعها كان فيه صور يعني صوره رامي عصام مثلا بعد ما خرج من المتحف المصري واثار التعذيب على جسمه. احنا يعني بنقول ان مفيش حد عالي على النقد، بدل النقد ده بدلائل وبوثائق ومش بيصنع فتنه ولا اي نوع من الشائعات او كده. الحاجات دي متقدم فيها بلاغات وكذا حد اتحقق معاه بسبب الموضوع ده، زي حسام الحملاوي وريم ماجد لما برضو جينا هنا وقفنا معاهم. دام التحقيق مع حمودة لمدة ساعة كاملة ثم تم الإفراج عنه بضمان إقامته. الموضوع كان خاص بالتقرير الصحفي اللي نشرته زميلتي رشا عزب، واستدعينا للنيابة، والتهمة الموجهة لرشا هي نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو السلم العام. التهمة الموجهة لي يعني تهمة الإهمال في الإشراف كرئيس تحرير. جرى تحقيق، هذه قضية فيها رقم وفيها تحقيق وليست قاعدة ودية. وظلت الصحفية رشا عزب قيد التحقيق لما يزيد عن 5 ساعات، وتم الإفراج عنها بضمان وظيفتها حتى يتم النظر في القضية خلال الأيام المقبلة. التهم عديدة، بس في تهمة رئيسية اللي هي نشر أخبار كاذبة على لسان مصدر عسكري. اللي حاصل طبقا للي قالوه المحامين إن القضية مفتوحة، لأن أنا خدت إخلاء سبيل بضمان العمل، وفي خلال يومين لا اما القضيه هيتعمل لها احاله لا اما هيتم حفظها. انا مش عارفه بالظبط ممكن يحصل ايه، بس في حاله ده هيبقى في استدعاء للشهود اللي كانوا موجودين، وهيبقى في معلومات اكتر. انا حتى النقابه لم تختر كجهه، يعني المفروض النقابه تختر والجورنال يختار. احنا يعني تم اختارنا امس بالتليفون، وده اجراء في حد ذاته في خرق وغير قانوني. ان هو ازاي تعالوا احنا عايزينكم في تحقيق. هو عايز يقول للصحفيين اللي هيقرب من المنطقه دي اهو خط احمر. انا بقول هم مش خط احمر. وانا عن نفسي حتى لو الجورنال وقف نشر انتهاجات الجيش هننشرها على الحيطه في الشوارع، ولازم الناس تعرف. المحتجون امام مجمع المحاكم العسكريه تساءلوا
هل ستظل الصحافة تحت سقف محدود حتى بعد ثورة 25 من يناير؟ هذا ما سنراه الفترة القادمة. هدير صبري، قناة التحرير.